98 هو دائما الحضور. بالفعل يعني 14 سنه دائما كيكون حاضر في جميع الملتقيات. هو بطل العالم في دوره 2003 في باريس. يعني كان استفد من الاقصاء ديال اسباب باولو، السباق الكبير، سباق السرعه. اعتقد انه من تحدثنا عنه كيم كولينز لا لو متر كيفوز 99. حاجز العشر الثواني تم تحقيقه هنا في مدينة الرباط. أعتقد أنه رقم مهم جدا. 9 ثواني 99 ثانية لأنعد كريستوف لوميتر. اعتقد هو اللي دخل بثواني، اعتقد فارق اجزاء المئة سيكون هو الفاصل ما بين كريستوف لوميتر والعداء جوستن غاتلين. اذا بالفعل فوتو فينيش بالفعل. واعتقد الفرنسي كريستوف لوميتر هو 98. اعتقد انه عادل الرقم ديالو الشخصي البيرسونال بيست 92 عنده توقيت الرقم القياس ديال 92. اذا اعتقد اذا كيم كولينز كان متقدم يعني بسرعه خدا المبادره في الممر رقم 3. بالفعل كنشوفوا عاد جاستن غاتلين عليه، ولكن كانت مفاجاه ديال كريستوف لوميتر في الامتار الاخيره. ونشوفوا ثاني عزيز اودي اللي ربما هو توقيت جيد، المركز الرابع. المركز الرابع. واعتقد غيحسن الرقم الشخصي ديالو عزيز اودي، لانه دخل في الايقاع ديال السباق سريع جدا، فهو حقق توقيت يعني احسن توقيت ديالو بالنسبه له. اذا 98 العداء وادي مركز 10 19 للعداء وادي 19 فتوقيت جيد بالفعل. 10 19 و98 اعتقد انه احسن رقم وتحطيم للرقم القياسي للمنتخب، ومن الارقام المهمه على مستوى السنه الحاليه في سباق 100 متر. فكما كتشوف بالنسبه للتوقيت ديال السنه الحاليه كتشوف تايسون جاي بالفعل، من بعد منه يعني غاتلين بالفعل. غاتلين على مستوى الارقام ديال 100 متر مازال